بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني. هي عبارة عن ميكس ما بين الكيكة والبسبوسة، وهنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. معايا كوباية ونص من السكر، عليهم مج مية، انا عايزاه تقيل شوية. ما ننساش معلقة السمنة علشان ما يسكرش معايا. بسم الله. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الرواني، عباره عن ميكس ما بين ما بين البسبوسه وبين الكيكه. معايا هنا المقادير: كوبايه دقيق بسبوسه او السمولينا، كوبايه دقيق عادي، كوبايه سكر، كوبايه جوز هند، كوبايه زبادي. عباره عن بيضتين، دول بيضتين مش كبار مش صغيرين، لو صغيرين هحط 3. معايا كوبايه ميكس برضو ما بين السمنه والزيت، كيس كيك شيف، معلقة خل، فانيليا. ده مقادير الرواني. نشوف مع بعض المقادير تاني. عبارة عن ميكس بين البسبوسة وبين الكيكة، عبارة عن كوباية دقيق سومولينا، كوباية دقيق عادي، كوباية جوز هند، كوباية زبادي، كوباية سكر، كوباية زيت على سمنة، عايز تحطيه سمنة ماشي مفيش مشكلة. بيضتين لو هو صغير هيبقوا 3. كيس من الكيك شيف، معلقة خل، ومعلقة فانيليا. هنشوف مع بعض هنعملهم ازاي. حاجة معايا البيضتين. طبعا البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، ده برضو من تركات الكيكة. معايا السكر، طبعا السكر ده برضو حسب الرغبة، لو انت مش بتحبيها مسكرة بلاش السكر الكمية الكبيرة، ممكن تحطي نص. معايا كوباية من الزيت على السمنة، كوباية الزبادي، الفانيليا، معلقة من الخل. هنضربهم كويس قوي في الخلاط. بنزل بالخليط بعد ما ضربته كويس قوي في الخلاط، بنزل فيه في بولة كبيرة. بعد كده بنزل بالدقيق السمولينا او السميط على حسب ما انتوا بتسموه، جوز الهند، كوباية جوز الهند، والدقيق العادي، وباكو كيك شيف. طبعا ما ننساش ذرة الملح مع الدقيق. بعد كده هدمج المكونات كلها مع بعضها عادي، لو مش في خلاط او النور قاطع ممكن تعملي كل ده يدوي. هكون بقى جايبه الصينيه ودهناها برضو سمنه او زيت او سمنه على زيت. بدهن الصينيه سمنه او زيت او زيت على سمنه، بدهنهم كويس قوي. بعد كده بنزل بالخليط، والخليط قوامه مش طري ولا جابس، قوامه كويس. بنزل بيه على الصينيه، بمسك الصينيه بهزها كده او اخبطها في الارض، او اجيب عود خله وامشي عليها عشان ما تطلعش ناحيه عاليه وناحيه واطيه. بعد كده هدخلها الفرن، احطها في الرف الوسطاني. صينيه الرواني طلعت من الفرن ما شاء الله عليها، جميله جدا جدا جدا. هنسقيها بقى بالشربات. اللمعة بتاعتها عاملة ازاي، عشان احنا بنحط حتة زبدة مع الشربات وهو بيستوي. طبعا هنزينها بجوز الهند، عايزة تزينيها بمكسرات تاني مش في مشكلة، وصدق مفيش اي مشكلة، بس هي حلاوتها انك بتزوقيها بجوز الهند. الصينية بعد ما سقيناها بالشربات ما شاء الله عليها، جميلة جدا 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 وطرية.
لمعتها عامله ازاي، ما شاء الله عليها. هخرط معاكم الصينيه، ما شاء الله عليها جميله جدا. خرطنا الصينيه بالطول وبالعرض. بعد كده هحط على كل خرطه شويه من جوز الهند، ما شاء الله عليها جميله جدا. عملنا مع بعض كيكه الرواني، ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. ريحتها نفاذة، يا ريت تجربيها. ولو عجبك الفيديو اشتركي في القناة واعملي لايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.